في الفيديو ده هقول لكم على 8 نصايح أو 8 حاجات تساعدكم إن انتوا تفصلوا دماغكم، إنكوا تطفوا دماغكم بمعنى أصح. أول حاجة، اوعى تكون خايف إن يكون فايتك حاجة. كل اختيار بيكون له تمن. ارضى واستمتع باللي عندك واعمل اللي عليك. في الآخر كل واحد بجد بياخد رزقه. تاني نقطة وهي إنه لازم تتقبل فكرة إن مش كل حاجة هتكون في إيديك، مش كل حاجة هتكون تحت سيطرتك وبتاعتك. فبطل تتخيل سيناريوهات سودة وتشيل الهم بزيادة. لو خايف إن في حاجة هتروح من إيدك، فكر في حلول بديلة وابدأ اشتغل عليها. تالت حاجة، افتكر إنك بجد محتاج ترتاح. محتاج ترتاح علشان ما تتحرقش، محتاج ترتاح علشان ما تتعبش من التفكير. هتلاقي نفسك في فترة عطلان لمجرد بس إنك مش عارف تفصل. ورابع نقطة هي إنه ركز في اللحظة اللي انت فيها. حاول تستمتع بيها، يعني عيش اللحظة زي ما بيقولوا. استمتع بالخروج، استمتع بالناس اللي حواليك، استمتع بأي حاجة بتعملها حتى لو كانت صغيرة وبسيطة. وصلنا للنقطة رقم 5، وهي إنه طنش الحاجات البسيطة، طنش الحاجات التافهة. يعني بمعنى أصح ما تخليش أي حاجة تبوظ مزاجك، مش أي حاجة تستاهل من الآخر. سادس حاجة، خليك مرن. الدنيا عمرها ما هتكون ثابتة، ومفيش حاجة ثابتة غير التغيير. وعامة انت مش لوحدك، كلنا في نفس المركب، كلنا بنتغير والدنيا بتغيرنا، بس ربنا معانا. سابع نقطة ودي مهمة جدا وبتتقال دايما لأي حد نفسيته مش كويسة أو حد مزاجه وحش، إن هو انزل اتمشى، انزل اتمرن، روح الجيم. الرياضة بتقلل من التوتر جدا وبتخليك تحس بالسعادة وبتفرق جدا بجد. تامن نقطة والأخيرة هي إنك تكتب كل اللي مضايقك. صدقني بعد ما تكتب هتلاقي إن كل حاجة أخدت حجمها. الكتابة بتخليك تشوف الأمور بالنظرة الحقيقية. في دماغك هتحس إن الأمور كبيرة ومعقدة، بس أول ما تبدأ تطلعها قدامك هتحس إن كل حاجة أخدت حقها فعلا.